السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفني انا اخوكم محمد، ودي قناتي قناة كريس كيك. اللي اول مرة يتابعنا يا ريت تشرفنا باشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. جينا النهارده وصفة بقى السويس رول بالدقيق العادي. ناس كده جدا طلبتها مني، انا طبعا الحاجة غليت جدا دلوقتي، ودقيق الاسبونش غلي جدا، فالناس طبعا عايزة تعمل حاجة اقتصادية في البيت كده. وطبعا انا حابة ان اوريكم بقى ايه قطعة كده قبل ما ايه نخش في الفيديو. هناخد بقى قطعة زي كده اهي، ومعاها الفراولة، وهنخش عليها ايه بصوص فراولة كده. ما شاء الله يا جماعة، بصوا يعني عايز اقول لكم هش جدا وطعمه خطير خطير فعلا. بصوا عامل ازاي. امم طعمه تحفة تحفة بجد يعني. كيك هش جدا، بصوا يا جماعة عامل ازاي، لونه فاتح ازاي الكيك بتاعنا. ما شاء الله، وهش جدا جدا، والموس فيه خطير مع صوص الفراولة اللي احنا عملناه. تابعوا الفيديو ده عشان الكل يستفيد، ويلا بينا نشوف الطريقة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معانا يا جماعه اول حاجه ان هو 5 بيضات. طبعا انا بشتغل بيض ابيض يا جماعه، مش بيض احمر. البيض الابيض على فكره معلومه ما فيهوش زفاره زي البيض الاحمر. بنزل عليهم بقى كوبايه الا ربع سكر، اقلبهم بالمضرب كده في بعض. بيض يبقى فانيليا طبعا يا جماعه، دي فانيليا سايله. تمام. ومعايا برضو شويه فانيليا ايه بودره، ورشه جوز هند، وكسبات طعم اللي احنا طبعا عارفينها ومتعودين عليها. ببدا اضرب البيض بقى يا جماعه لغايه لما يوصل للمرحله اللي احنا هنشوفها دلوقتي. بسم الله. نص الضربه يا جماعه كده بننزل بمعلقه خل صغيره. تمام. ونكمل ضرب برضو زي ما احنا. اول يا جماعه نوصل بقى للقوام ده كده اهو، هنبدا نجيب 4 معالق زيت معانا، زيت ذره او عباد، ونبدا ننزل بيهم خيط كده رفيع واحنا شغالين. تمام كده عشان يتقل لنا بقى ايه القوام بتاعنا يبقى كويس جدا. كده بقى شايفين القوام وصل لايه يا جماعه؟ ده القوام اللي انا عايزه كده. تمام كده يا جماعه. هنجيب بقى نقطه الدقيق بتاعنا، وهنحط عليه معلقه بيكنج باودر صغيره. ادينا معانا كوبايه وربع يا جماعه. وهنقلب بقى ايه البيكنج باودر كده في الدقيق كويس. طبعا نخلت الدقيق ده يا جماعه كوبايه وربع، نخلتهم كويس جدا. تمام. وبرضك ايه اقلب فيهم البيكنج باودر كويس. هبدا بقى اجيب ايه المصفى بتاعتي كده اهي، وهبدا انزل عليه بالايه بالدقيق كده اهو. نص المقدار يا جماعه كده. وهبدا بالمضرب كده ايه السلك بتاعي من تحت لفوق يا جماعه كده اهوت، عشان انا مش عايز اطلع الهواء اللي انا عملته في البيض بتاعي. لغايه لما الدقيق يختفي ابدا انزل بايه بالكميه التانيه. طبعا انا مش هسرع المرحله دي عشان ايه نشوف ايديا انا بتعمل ازاي. بالراحه خالص كده اهو. تمام. هبدا انزل بقى ايه بالمقدار الاخير الباقي كده.
يبقى احنا كده دخلنا الدقيق ايه مرتين. بالراحه خالص اهو. بصوا انا شغال ازاي يا جماعه، بقلب والف بالراحه خالص عشان الهواء ما يطلعش. واديه تقليبه بالراحه خالص عشان الدقيق كده ايه يخش في البيض بتاعنا. شايفين عامل ازاي يا جماعه؟ ما شاء الله الخليط بتاعنا. كده خلاص احنا كده يا جماعه قلبناه كويس جدا اهو. كده يا جماعه بقى بنحضر الصاج بتاعنا، صاج 30 في 40. نحط ورق زبده فيه طبعا. سبونش يا جماعه طبعا يعني ايه ورق زبده، لازم ورق زبده نحطه ايه في الصاج بتاعنا. نجيب بقى الاسبوتله بتاعتنا اللي احنا بنفرد بيها دي يا جماعه، وناخده كده بالراحه. ناخده خبطين بالراحه كده نسويه. كده بناخده بقى على درجه حراره 200. وطبعا بياخدش معانا وقت طبعا كتير، يا دوبك بس هم 10 دقايق، لازم نبص عليه بعد 10 دقايق كده اهوت، ونشوف هنعمل ايه بعد ما نطلعه. كده ما شاء الله يا جماعه بصوا السويسرول بتاعنا بقى في الفرن ازاي ما شاء الله. طبعا مش هديله لون قوي يعني ان هو يتحمر قوي، كده كفايه. هنطلعه ونشوف هنعمل ايه. ما شاء الله من قلب الحدث اهو. هنا يا جماعه قبل ما يبرد معايا بعمل الصوص بتاعي. والصوص عباره عن ايه؟ بجيب مثلا حوالي 10 فراولات زي كده اهوت، وبحط عليهم 3 معالق سكر او معلقتين حسب ما احنا بنحب الحاجه مسكره ازاي، وبنرفعها على النار وبنسيبها لغايه لما تبقى زي الصوص والمربى كده اهوت، وبنهمكها خالص يعني نهرسها خالص لغايه لما تبقى صوص خالص، ونحطها على النار ونشوف هنعمل ايه. كده يا جماعه احنا طلعناها من الصاج بتاعنا اهو تمام، ولسه برضه في ايه دافي. بنجيب بقى ورقه زبده تانيه كده نحطها من تحت، نحطه عليها كده اهو تمام، ونبدا بقى نبرمه يا جماعه ايه وهو لسه ايه دافي كده. تمام، ونقفله ونسيبه كده ايه يبرد بقى مع نفسه. وبعد كده نعمل ايه؟ هنضرب الكريمه بتاعتنا. بنعمل كده يا جماعه كوبايه الا ربع موس كده، نص كوبايه وده ربع كوبايه اهو. ننزل عليهم بقى بكوبايه ميه بتكون متلجه. تحط السكر طبعا عشان الموس ما بيحتاجش سكر. طبعا اللي ما عندوش يا جماعه موس مفيش مشكله، ممكن نشتغل كريم شانتيه، اي كريمه مفيش مشكله. طبعا الحاجه اللي احنا بنفضلها واللي بنحبها، بس انا عن نفسي بفضل الموس، بيبقى خامته كويسه جدا مع شغل الحلويات. كده يا جماعه بقى نحط الصوصور بتاعي برد. طبعا المفروض مثلا يقعد اكتر من كده، بس انا طبعا حسبته 10 دقايق بس كده عشان طبعا انا مستكشف التصوير. طبعا لسه دافي اهو. طبعا عملت الموز بتاعي اهو يا جماعه. بفرد الكريمه الاول. ننزل بقى يا جماعه بالصوص بتاعنا اللي احنا عملناه، صوص الفراوله. طبعا اللي حابب يحط اي حاجه تانية، شوكولاته فراوله براحته مفيش مشكله، ممكن يحط نوتيلا اي حاجه.
طبعا بس انا بحب الفراوله فيه جدا. هنلف بقى كده يا جماعه، ونبدا ناخد بقى لف من الناحيه دي كده. نبدا نسمي الله كده ونمشي بقى بالراحه كده. نشيل بقى الورقه اللي احنا عملنا فيها دي، وناخد بقى الورقه الثانيه ونلف بقى كده يا جماعه، ونضغطه كده مع بعض وما ندوس عليه بالجامد قوي يعني. خلاص كده هنقفله كويس جدا. ولو في عندنا كيس او اي حاجه زي كده اهوت ندخله فيها عشان ما ياخدش هواء من التلاجه، وبندخله بقى على التلاجه او الفريزر ايا كان. لو احنا مستعجلين في الفريزر، لو احنا ممكن ما فيش مشكله ممكن في التلاجه، وهندخله ونرجع لكم تاني. كده يا جماعه السلوسلو بتاعنا قعد حوالي 3 ساعات في التلاجة. تمام. هنفتحه بقى كده ونشوف ايه اخباره بعد ما طلع من التلاجة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله يا جماعه بصوا عامل ازاي. يعني عايز اقول لكم شغل فاخر من الاخر. ما شاء الله تحفه 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 يعني. طبعا يا جماعه اللي عايز بقى يعمل له كريمه من فوق كده ويظبطه ويقطعه زي الجاتوه ماشي، عايز ياكله سويسرول كده ماشي، بس انا بحب بصراحه اعمله كده اهوت واقطعه كده خلاص كده ايه، ما بحبش احط كريمه عليه من فوق. وقبل كده كنا عاملين اللي عليه الكريمه من فوق، فالمره دي احنا هنعمله بقى ايه سويسرول اللي هو العادي خالص. هنبدا يا جماعه نقطعه بقى بسكينه مشرشره زي كده اهوت، ويا ريت نحطها في ميه سخنه. ما شاء الله يا جماعه عجينته هشه جدا. وهنرصه على الطبق بتاعنا. طبعا احنا هنقدمه بقى كده يا جماعه لحد ما نحطها فراوله زي كان زينه كده اهوت. وهنقدمه مثلا لو معانا في عيد ميلاد ضيوف جايه لنا. ما شاء الله شايفين القطعه عامله ازاي تحفه. وفي نهايه وصفتنا يا رب يكون الفيديو عجبكم ونكون قدمنا لكم حاجه استفدتم منها. هساعد عليكم، بتفرحني جدا. وما تنسوناش يا جماعه في اللايكات، لانها فعلا هي اللي بتوصل الفيديوهات ديت للناس كلها عشان الكل يستفيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.